السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا مع بعض وصفة جميلة جدا هتعجبكم جدا. طعمها بسم الله ما شاء الله روعة جميلة جدا بجد. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. ورق عنب بالكوارع جميلة جدا. معايا هنا الكوارع انا سلقتها كويس جدا، مية مغلية. هنكون غاسلين الكوارع كويس جدا ومنضفينها كويس. اول ما الميه بتاعتنا تغلي هننزل بالكوارع مع حبهان ومستكه وورق لورا وفلفل اسود وطماطم وجزر وبصل وملح وفلفل اسود. هنسيبها تستوي لحد ما تدوب معانا وتبقى مستويه جدا. معايا هنا حله نعمل الصلصه بتاعت الكوارع. هنضيف معلقه كبيره سمنه، معلقه زيت، هنضيف بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، قرن فلفل حار. هنشوحهم كويس جدا. بعد كده معايا نص خلاط طماطم، ومعايا كيس صلصه مفرزاه عشان عايزاها صلصه تقيله وسميكه حلوه. هنضيف ملح، فلفل اسود، وهنسيبها تاني لحد ما تتسبك كويس جدا. معايا هنا ورق العنب انا لفاه ومجهزاه عشان اختصر عليكم الوقت ما يبقاش الفيديو طويل جدا. انا كنت عامله معاكم ورق العنب قبل كده، هحط لكم لينك في صندوق الوصف. هنجيب هنا شرايح ليمون، هنحط معلقه كبيره دبس رمان، وهنضيف هنا معانا كبشه من شوربه الكوارع. وبعد كده هنضيف ميه التسويه اللي بنسوي بيها المحشي بتاعنا، اللي هي ميه مغليه عليها معلقه صلصه طماطم كبيره ومكعب مرقه وملح وفلفل اسود وفص مستكه وحبهانيه، ونسيبهم يغلي وهنسقي بيها المحشي بتاعنا. معايا هنا ورق العنب حطيناه على النار يغلي، غطيته بطبق. بعد كده غطيته بالغطا بتاعه. اهم حاجه واحنا بنسقي ورق العنب الميه ما تغطيهوش، احنا عايزينه يستوي بس مش سوا كامل. صباع ورق العنب معانا يبقى سليم زي ما هو، فالميه ما تغطيهوش عشان يستوي معانا حلو وما يتهرش مننا ويبقى حلو. طبعا اول ما يتشرب هنهدي عليه النار وهنسيبه يستوي براحته عشان لسه هيتحط معانا في الفرن. نخلي بالنا كويس جدا. معايا هنا بقى الكوارع بعد ما استوت كويس جدا خليتها من العظم وبقطعها قطع زي ما احنا شايفين كده اهو. قطعتها كلها. تعالوا بقى نجهز معانا الكوارع. معايا هنا معلقه كبيره سمنه، 5 فصوص ثوم مفرومين عليهم ملح وفلفل اسود. معايا هنا قرن فلفل حار هننزل بيه ويتشوح مع الكوارع بتاعتنا. حطينا الكوارع اللي قطعناها وهنضيف الصلصه اللي احنا كنا عملناها وهنضيف ملح وفلفل اسود وهنسيبها تغلي. وتعالوا بقى نشوف ورق العنب بعد ما استوى. هنقلبه في الطاجن بتاعنا زي ما احنا شايفين، وهننزل عليه بالكوارع اللي حطينا عليها الصوص بتاعها وهندخله الفرن. سهله وبسيطه جدا وطعمها تحفه وهتعجبكم جدا. بعد كده مش هتعرفوا تاكلوا ورق العنب من غير الكوارع ولا الكوارع من غير ورق العنب. جربوها وقولوا لي رايكم. لو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.